مشكلتنا في المغرب ماشي استثناء ولا تختلف عن مشاكل دول العالم الثالث. هاد الهوة الكبيرة اللي بدات كتخلق بين الطبقة الغنية والطبقة المتوسطة والفقيرة، قد ما هي كتكبر قد ما الإنسان كيحس بالاستياء والظلم، وهذا الشيء اللي كيدفع الناس باش تصرف طرق غير اخلاقيه باش توصل للمصالح ديالها وداك الشيء اللي بغات. وهذا الشيء ما كيستثنيش لا الصحفي لا المواطن لا المسؤول لا السياسي حتى الشفار. نعم سبق لي وهضرت على الشفار اللي ما عندوش ضمير. والله الخوت لاحظت واحد القضيه، ما عندناش الزهر حتى في المجرمين صح، كيف ما عندناش الزهر لا في المسؤولين السياسيين لا الجمعيات لا المسؤولين الاخرين. فقدان العداله والمساواه عندهم، غياب القدوه الصالحه، التضليل الاعلامي، صنع الاحباط الجماعي وفقدان الامل، وانهيار المؤسسات التعليميه. فاش كتولي الجامعات والمدارس هي اداه باش تعطيك واحد الدبلوم وصافي بدون تربيه حقيقيه وغرس مبادئ في الولاد ديالنا، طبيعي غتنتج لنا جيل سطحي وغير مسؤول. ضعف التربيه داخل الاسره، فاش كتولد ولادك وما كتخدمش عليهم وما كتحرصش على التربيه ديالهم، طبيعي ان دوك الوليدات يكبروا تالفين وبدون اخلاق. التاريخ والادب يحذران ان انهيار المبادئ والاخلاق والقيم مهما بدا بطيء او عادي غادي يقودنا حتما للحظه انفجار كبرى.